السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو. روتين النهارده بقى مشجع ومحفز جدا. بدأنا بقى تنظيفات الخريف، ده اول فيديو في تنظيفات الخريف. انا اتأخرت شوية، بس مش عارفة الايام اللي فاتت كنت مكسلة كده وكانش ليا مزاج خالص اعمل اي حاجة. فكانت خلاص بقى الشقة جابت يعني وصلت لمرحلة صعبة، فقلت لازم بقى ايه، اقوم كده واعملها. بس ولو انت بقى اول مره تشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز الجديده اللي بنزلها. وعايزه بقى كده كومنتات ولايكات، عايزه تشجيع جامد جدا علشان انزل لكم بقيه الروتينات بتاعه الخريف. وقبل بقى ما نبدا الفيديو، نسمي بالله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين. بص بقى، انا بقالي كذا يوم عماله اعمل في الشقه بصراحه. طبعا رتبت بقى الدواليب كده وظبطتها، وكمان روقت الادراج وشفت ايه اللي انا مش عايزاه اتخلصت منه، عشان انا بصراحه ما بحبش الكراكيب خالص والكركبه. بحس ان هو بيبقوا واخدين مكان كده على الفاضي وبيبقوا مبهدلين، يعني بتحس ان الدنيا مش مهندمه كده، ان هي تبقى مترتبه. في وجود الكراكيب مثلا اي ورق اي حاجه مش عايزاها فبتخلص منها على طول. ومن امبارح بقى بالليل عماله غسلت المشيات بقى كده. انا الشقه عندي اكتريتها مشايات، فغسلت المشايات كلها وكمان غسلت السجاده بتاعه اوضه الاطفال. قلت بقى اخليهم كده اغسلهم من بالليل واسيبهم يتصفوا واصحى الصبح انشرهم في الشمس عشان ياخدوا الشمس كده من اولها وينشفوا على طول. اكون عقبال ما اخلص مثلا اوضه اوضه انضفها بقى وكده اروح فرش على طول. واول حاجه بقى بدات بيها هي اوضه الاطفال. قلت ابدا بيها علشان كنت عايزه اغير الفرش وكده، فقلت بالمره ابدا بيها هي اول حاجه علشان تبقى نظيفه واخلص منها. عملت بقى شلت تحت السراير، شلت بقى ومسحت كده وكنست. خليت الدنيا زي الفل تحت السراير، قلت عشان تبقى ايه تنظيفه كده عميقه من، يعني بصوا يبقى كله بقى كده تنظيف عميق، ما سبتش اي حاجه ما عملتهاش. فلازم تبقى عشان تبقى كل حاجة نظيفة. وكمان نفضت الأوضة بقى وشلت الستاير غسلتها على طول ونشرتها نشفت، وكمان شلت المروحة وغسلتها. فخليت الأوضة بصراحة زي الفل. وكمان فرشت بقى طقم السرير الجديد ده. احنا بقى طبعا مش عشان شتا وكده إن نفرش حاجات غامقة، لا، احنا نفرش. انا بحب جدا افرش فرش فاتح علشان يعني مش عارفة الالوان الغامقة في الفرش بحسها ان هي مش بتبقى احسن حاجة، بتبقى يعني بتدي كآبة كده. فالفرش الفاتح بيدي روح حلوة كده وكمان طاقة إيجابية. وخلاص بقى عطرتها وسبتها بقى كده ايه، تبقى دي كده اول اوضه خلصتها. ودخلت بقى على اوضه النوم، بس ان شاء الله تنزل لكم في الروتين التاني. طبعا بقى كنت عايزه اعمل اكل، فرحت مش عارفه اعمل اكل ايه. كنت محتاره بصراحه. بعد كده رحت قلت اعمل عدس بقى وخلاص، لقيت حاجته عندي فقلت اعملها. قلت اعمله يعني. وبقالنا كتير قوي قوي ما عملتوش، يعني من ساعه الشتاء اللي فات عشان الصيف طبعا مش بعمله. فقلت اعمله كده وتجديد وتغيير. وفي نفس الوقت يعني عايزه اعمل حاجه سريعه وكده، ما فيش وقت بقى ان انا طبعا افضل واقفه في المطبخ واعمل اكل، فقلت ده اعمله على طول. وبس. فغسلت بقى، طلعت العدس كده وغسلته كويس، فضلت اغسل فيه لحد ما الميه بتاعته بيفضل ينزل كده في ميه بيضه، فلحد ما بقى نضيف. غسلته. وبعد كده غسلت بقى الطماطم والجزر، وقشرت بصلايه حلوه كده، قطعت الطماطم وقطعت الجزر وقطعت البصل وحطيت عليهم العدس، وكمان حبة ملح وحبة فلفل ومكعب مرق الدجاج وحطيته بقى على النار. قلت بقى اسيبه مع نفسه كده بقى على النار يستوي. وعقبال ما يبرد وكده، يعني عشان اسيبه يبرد علشان طبعا هضربه في الخلاط، عشان زي ما انتوا عارفين ما قلتلكم من الفيديو اللي فات ان الكبة بتاعتي فضلت تطلع دخان وكده. فهي فعلا القلب كان حاسه وهي باظت. جيت شغلتها النهارده يعني شغلتها امبارح علشان اضرب فيها يعني. كنت عامله ايه، بابا غنوج، كنت عايزه اجرب الهاند بلندر فما كانش شغاله. والهاند بلندر ده بصراحه يعني ايدي ورجلي بعمل بيه كل حاجه، فزعلت قوي بصراحه عليها. فقلت بقى قدر الله ما شاء فعل. كنت بعمل على طول بيها يعني بيها العدس. كان بيبقى هو زي ما هو في الحله كده، بروح ضربها على طول بالهاند بلندر من غير بقى ايه منقل في الخلاط واضرب وبتاع. فكان بيسهل عليا الدنيا خالص. فقلت بقى هشوف كده لو نفعت ان هي تتصلح. تمام. ما نفعتش بقى، ما هضطر بقى ان انا اجيب واحده تانية.
بس هجربها يعني اجرب ان هي تتصلح الاول، علشان فيها مضرب والهاند بلندر والكبة، مش كبة بس. فربنا يستر ان شاء الله كده وتتصلح. وكويس بقى ان الخلاط شغال، فقلت بقى ما ينفعش احط طبعا فيه حاجه سخنه علشان ايه ما يعني هيبوظ. فبرضو دي احسن حاجه عملتها وانا بجهز، ان انا ما جبتش اللي هو الخلاط العائله ده. جبت كل حاجه لوحدها بالموتور بتاعها، علشان مثلا لو لا قدر الله اي حاجه فيهم باظت بتوقف الدنيا خالص، وما بتبقيش عارفه تعملي ايه. فالحمد لله الخلاط بالموتور لوحده، فاشتغلت بيه بقى. هنا بقى كان العدس خلاص استوى، وطفيت عليه وسبته بقى يبرد. قلت علشان ايه اضربه على طول في الخلاط يكون بارد. فضربته كده على طول في الخلاط، ونفس الحلة غسلتها وهحمر بقى فيها الشعرية. انا ما حطيتش في العدس توم، علشان انا بحمر توم يعني مع الشعرية. فما بحطش بقى في السلق بتاع العدس توم، فكفاية لو التوم بتاع الشعرية. بس حطيت بقى كده حتة سمنة ونزلت عليهم بالشعرية، وكمان هحط بقى ايه التوم ويتحمروا مع بعض، وبعد كده راح ايه طشاهم بكوباية مية. بسيب الشعرية تستوي فيها، وبعد كده اروح نازله عليهم بالعدس. ممكن في ناس بتسوي يعني الشعرية بتاعتها في العدس، فانا بصراحة بخاف لحسن مثلا ما تستويش او حاجة. فبديها كده كوباية مية تستوي شوية، وبعد كده اروح منزله عليهم العدس بتاعي. بس عايزة اقول لكم بقى ان انا بصراحة يعني طالع عيني في الشقة. آه يعني قلت اخلصها كلها كده على طول، فبعمل كذا حاجة في وقت واحد كده. ما برتاحش خالص، قلت عشان اخلص منها بقى وتبقى الدنيا رايقة، علشان طول ما انتي مثلا شايلة الدنيا وكده بتحسي ان الدنيا متكركبة واعصابك تعبانة يعني. فانا يعني على طول يومين تلاتة ان شاء الله بكون مخلصاها. بس وربنا يسهل بقى، لو انتي بقى ما بدأتيش كده تنظيفات قومي تشجعي كده، هتلحقي يعني هتلحقي معانا تنظيفات الخريف. وبس عشان تبقى قاعدة مرتاحة كده ونفسيتك مرتاحة، فتقومي كده تخلصي تستعيني بالله وتقومي تخلصي اللي وراكي. شوفي ايه اللي ناقص عندك تعمليه، لو انت مثلا مبدأتيش خالص ابدأي، وكل حاجة سهلة يعني ان شاء الله. وطبعا نسيت اقول لكم بقى ان انا طلعت كام رغيف كده برضو، رحت مقطعاهم وحطيت عليهم حته سمنه وحطيتهم في الفرن. علشان بحب قوي العيش المتحمص جنب العدس. بصراحه بيبقى حلو قوي يعني، ما بحبش العيش الطري على قد ما بحب اللي هو العيش الناشف. بيبقى تحفه قوي. بس واهم حاجه بقى الطبق ده هو اللي بياكل بقى كده. قطعت بقى كام طماطمايه كده على بصلايه قطعتها، انا بحب اقطع معاه اللي هو البصل الاخضر بس ما لقيتش. فقلت اقطع بصل اللي هو العادي بتاعنا ده. قطعت بقى بصلايه وكمان اللي هو الفلفل الحامي قطعته. وحطيت عليهم بقى حبه ملح وحبه كمون وحبه شطه وكمان ملح وايه وخل وليمون. بس فهو ده الطبق ده بقى عظمه. لو انت عندك مثلا اللي هو الدقه بتبقى حلوه قوي، بس انا كسلت اعمل. بتديها طعم حلو قوي برضو. ولو انت بقى لسه بتتفرجي على الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسيش تنزلي تحت تعملي لايك على طول على الفيديو، وكمان كومنت كده وكومنت حلو زيك، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. لو انت لحد دلوقتي يعني لسه ما اشتركتيش، فانت تنزلي تحت على طول تشتركي في القناة. وان شاء الله عائلتنا تكبر اكتر واكتر ونشجع بعض كلنا كده على الحاجات بتاعة الشقة والتنظيفات والحاجات دي كلها. آه ونخلص على خير. فهو ده كان روتين النهارده بقى. انا ما عملتش معاكم اللي هو الروتين بقى اللي هو يعني صورت معاكم الحاجات وانا بنفض وانا بعمل كل ده. قلت عشان ايه اديكم الخلاصه يعني والمفيد. وكمان كنت بصراحه عاملها كده بمزاج من غير تصوير، لان التصوير بيعطلني جامد جدا. فقلت عشان اخلص منها يعني ممكن اطول اخد اسبوعين ثلاثه لو انا صورت كل حاجه بعملها. بس وهو بقى إيه، يعني سبت الشعريه استوت كده ونزلت عليها بالعدس استووا بقى كده مع بعض خدوا غلوه. وكان خلاص كده العدس بتاعي خلص. هو طلع تقيل شويه بس حلو يعني شغال. بس وان شاء الله بقى هنزل لكم بقيه الشقه في فيديوهات تانية. انا قلت ما تقلش عليكم، وان شاء الله كده كل فيديو يبقى فيه جزء من الشقه. ويا رب يكون كده كان روتين سهل وبسيط عليكم ويكون شجعكم.
ومع الف سلامة، وهتوحشوني، ونتقابل تاني ان شاء الله في فيديو جديد.